السلام عليكم. أسعد الله صباحكم والمساء. طبعا هذه قصة أنا اسمحوا لي أنا بقول لكم بالعامي، لأني أنا سمعتها بالعامي وببيعكم مثل ما شريت. وهي قصة حقيقية، يعني ما هي من نسج الخيال، قصة واقعية حصلت في تقريبا بدايات عهد الملك عبد العزيز. اللي أخبرني فيها يقول أنا رأيت الرجل صاحب القصة هذه، يقول بس كان شايب كبير في المجلس ما يتكلم، لكن اللي قالوا لي هذا هو الشايب راعي قصة. طبعا الشايب هذا من إحدى القبائل، يعني ما نقل منهم، هم يعرفون أنفسهم، يسكنون ما بين مكة والمدينة، كانت تغير على الحاج وتقطع طريقه. طبعا هذا كان في زمان قديم، زمن كان الناس فيه جهل وكذا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكان سبحان الله الناس في جهل، كان أحدهم إذا تدين ولا شيء قال إن شاء الله بعد الموسم يعني إذا جاء الحاج وأغرنا عليه وسرقناه نسددكم. كانوا يعني من الجهل يرونها إنها من الشجاعة والمرجلة، هذه يقول أترزق الله، يعني هكذا يرونها، نسأل الله العافية والسلام. يقول حنا كنا 3 شباب ما عندنا لا شغلة ولا مشغلة غير أن ترقب الحجاج ونسرقهم. يقولوا ما نقدر نغير على ولا نهجم على قافلة يعني كبيرة، لا ندور الطارف الضايع التايه ونسرقه. وبحكم معرفتنا بالمنطقة كنا دائم نكمن في شعيب هناك، نعرف ان ما يدخل في الشعيب هذا الا واحد مضيع. يقولوا حنا 3 حتى ما معنا سلاح ولا معنا شيء، لكن معنا بس ابليس مقوينا. واحد معه يقول بندق من البنادق القديمة ام فتيل اللي لها ولعت ولع بالفتيل، وواحد يقول معه سكين مدي ساطور، يقول وانا ما معي غير حجار، اذا مسكت حجار بس يقول رميتي ما تخطي، تقول بندق. المهم يعني ال3 هذول مع بعضهم مسوين جروب كذا، فريق عمل يعني في الهجوم وكذا، يعني رزقهم واحد. يقولوا في يوم من الايام كنا جالسين في هذا الشعيب وننتظر يا الله رزقنا عليك يا الله، نترقب ونطالع ونشوف. يقول ولا 2 جايين داخلين الشعيب، 2 كل واحد على بعير، يقول حمر كنا من حقنا الشام، ولا واحد شايب وواحد شباب. يقولوا احنا نترصد لهم، نترصد الين دخلوا في الشعيب جوه، ويوم استووا لنا مضبوط، ويقول نجي عليهم نازلين من الجبال، وقف ولا حركه، وقف. وابو بندق ماسك البندق، يقول ابو سكين يقول وانا ماسك الحجار. يقولوا نمسك خطام البعير حق الشايب ونبركه، يا عيال صلوا على النبي، انتوا ايش تبغون؟ صلوا على النبي. قالوا ولا كلمه، سلم اللي معك اخلص بس. يقولوا حنا من الفرحه شفنا الشايب عنده مثل الصندوق، قلنا الذهب هنا، اما الولد الشباب ما التفتنا له ولا طلعنا فيه. ويقوم الشايب يترجانا، يا عيالي خاف والله انا حاج رايح بيت الله، خاف والله اعطيكم اللي مقسوم واعطوني الباقي. قالوا انت حاطين كل حقنا، هو ايش لك. يقول كان يتكلم الولد الشباب اللي وراء، قال يبا الشايب يبي ولده. يقول سمعنا الكلمه ما التفتنا لها. يقول حتى الشايب ما رد عليه، هو يترجانا ويذكرنا بالله، يا عيالي خاف والله ما يصير اللي قاعد تسوونه. والولد رد الكلام، يبا الشايب يبي ولده. يقول مرحنا الولد هذا ما حنا ملتفتيله ولا حنا حاطينه في الحسبة نهائيا، قاعدين نتفاهم مع الشايب. ويوم الشايب قفلت معه مرة ويأس منا، قال الشايب يبي ولده وانا ابوك، الشايب يبي ولده. حنا فاهمين وش السالفة. اثرها كلمة سر بينهم، يقول سمعها الولد ولا ما سمعها، وهو ينط من فوق البعير، يقول ولا نط الا يديه تقول مغناطيس ماسك في الحجار، حجار ما تقول قنابل ما هي حجار. ويرمي اول حجر، يقول يصفق البندق ولا هي كسرتين، ترك انكسرت، ويصك خوينا في الثاني على راسه ولا هو من صيد امس طايح. يقولوا يعود يمسك الحجار ويصك خوي واحد من خويانه، يقول في راسه ولا هو دمه يشخب وطايح. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المشهد هذا في ثواني ولا خويان 2 طايحين. يقول يوم شفت الموت وانا اقول زبن جبل شردت. يقول وانا اسمع اخبط رجول، اخبط ورايا وانا اطلع جبل، ويحذفني بالحجار، ويقول حجاره تعداني تقال رصاص واحد منا وانا ادور السلامه ولا دريت الا واحده صدتني في ظهري، وكني وقفت كذا ويصفقني بوحده تجي في راسي، ولا اني يغمى علي ما ادري ايش السالفه. يقولوا ما فقت ولا فتحت الا هو مربطنا محازمنا حزم، وحافر لنا ودافنا في الارض. يقول خلانا من غير روس على وجه الارض متقابله 3 رؤوس، تقول حبحب، تقول بطيخ على الارض. يقول وطالع ابى افك نفسي واني انا مدفون
ومربوط مجودنا صح. طبينا في واحد يقول جني ما هو مسلم، وانا اقعد اصيح في الشايب تكفى يا شايب، تكفى يا حاج، خاف الله انت مسلم ما تسوي كذا حرام. قال حرام، ها انت تعرفون الحرام؟ عز الله انكم عشا الذيب الليله. ونصيح وانا الرجال من جده. يقول يوم قفه ولده وخلونا، احاول اتحرك، احاول افك نفسي. يقول ولا والله تقول كاتمنا كتم في الارض ومتقابلين تقول جن. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول شوي واسمع عواد ذيب يعوي. يقول عرفت ان انتهت، خلقت خلاص. يقول من واحد من خويان يوم سمع عواد ذيب هو يقعد يضحك ويغني، فسخ الرجال مره خلع. يقول شوي ولا الذيب عند دروسنا. يقول والله العظيم اني اشوف خطا رجليه وخبطها عند وجهي عند خشمي، يخبط منه ويقوم يدور علينا، يدور متعجب الذيب وهو يدور علينا ويعود ويبعد بعيد ويطالع ويشم متعجب. يقول واحد منهم قام يصيح ويبكي، والثاني قام يضحك ويغني. العالم خلاص في موقف فقدت عقولها. يقول شوي يوم افتر الذيب ويعود على ورا، ثم يعدي علينا ويخبط وجه واحد من خوياني. يقولوا يخبطه واللي راسه هناك ودمه يشخب. يا الله. يقول وانا عيني تشوف. وقام ينهش في رقبته ويعضها ويعرمشها. اخذ شوي ثم راح قعد هناك وحط يد على يد وقام يطالعنا. يقول هذا الموقف قدام عيني وانا قاعد احاول ابى افك نفسي، احاول الف يمين الف يسار. يقول وكني بديت احرك يدي شوي، كني بديت افك ايديني من الحبال وبديت اخرجها شوي. يقول كان يقوم الذيب ويجي يدور علينا زي اللي يقول يتنقى، يتخير فينا، يقوم يدور ويعود على ورا، ثم يجينا يعدي ويخبط خويه على وجهه. يقول اللي راسي تدربه هناك ودمي يشخب. يقول ويسوي فيه مثل ما سووا في الاول، ينهش كذا كأنه ما شفى غليله، ما لقى شيء ياكله. يقول وانا قدرت اطلع يديني من الحفره، طلعت يديني وقعدت اتحراه يجيني بس. يقول كان يروح ويقعد يقابلني هناك ويحط يد على يد ويطالع فيه، كان يقول عليك الدور اصبر شوي. وانا عاد قدني طلعت يديني الحين بس ماني قادر اتحرك، مثبت فرض بس اتحراه يقبل علي. يقول اخذ له شوي وهو قاعد يطالع فيه ويوم قام، ثم جاء يخبط بديه لين وصل عندي. يوم قرب مني يقول وقام يشم. يقول وانا امسك يديه، ويقول من الفجعة الذيب بغى يطير عقله، جاي هاج وانا اتلزم فيه. يقول يبي يشرد لكن انا ماسك بيديه، انا ابغاه يظهرني من ذا الحفره. يقول بالفعل يحرك وانا وياه الين سحبني من الحفره. يقول وتصارع انا وياه لين اكرمني الله، لقيت السكين طايحه عندي. يقول وقدرت اعاني الله عليه وذبحته. يقول وطالع انا في حلم ولا في علم، وش القصه اللي مضت علي هذه؟ يقول وجسمي كله دم ومشخ واثر الضرب حقت الحجار اللي في راسي، وحالتي حاله. والله وعود اقوم واطيح وامشي واستريح لين وصلت عند ربعي وعديت لهم السالفه. يقول والله ما صدقوني لين اخذتهم للمحل ووريتهم اخوياي ووريتهم الذيب ميت. يقول ثم قلت لهم هيا اسمعوا، دام الله نجاني من هالمصيبه يشهد علي الله ما عاد اسرق حاج ولا عاد اتعرض طريقه. قالوا يا رجال سنب الرحمن انت هذه ما تخوفك، انت ذيب، هذه الامور بسيطه ما تطرد مثلك عن رزقه. يقول قلت له قول اسمع رزقي على الله مو على الدروب العوج هذه. بس خلاص الكلام وسمعتوه، وتركهم وترك ديرتهم وجاء ونزل في بحره وسجل في الحرس الوطني، والى انت قاعد وهو بخير ونعمه. هذه القصه حصلت في زمن ليس ببعيد، يعني 70-80 سنه، ما هو يعني شيء في عمر الزمن. ونحمد الله على ما نحن فيه من نعمه وامن وامان، ونسال الله ان يديم علينا النعمه ويرزقنا شكرها. واعتذر منكم لاني انا اعلم ان البعض ما يحب القصص باللهجه العاميه كذا، لكن يعني حبنا ننوع مره كذا ومره. واسعد بتواصلكم واقتراحاتكم وملاحظاتكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.